البيتزا الإيطالية أهم شي تكون مكوناتها فريش، واللي هي الكراست أو العجينة، الصلصة، الجبن والريحان. بقية الإضافات هي أشياء اختيارية. التحضير: الخميرة: خليت مي دافي بقلاص وضفت له الخميرة وشوية شكر. كاسة كبيرة ضفت الطحين، ملح والخميرة ورا ما تضاعف حجمها. بعدين خليت شوية زيت زيتون، وآخر شي المي وعجنتها زين. غطيتها وعفتها تختمر مدة 45 دقيقة. التحضير: الصلصة: عصرت طماطة بالخلاط، ضفت لها ريحان، شوية شكر، ملح وفلفل أسود، وخليت ثوم مقطع ومحمص. وآخر شي خليت معجون طماطة، شوية خل أبيض، وشوية من زيت الزيتون، وخلطتها زين. خليتها على النار مدة 25 دقيقة حتى تثخن الصلصة. العجينة ورا ما اختمرت قسمتها على عدد الصواني، ولازم تكون ثخينة وبيها شوية حواف. فتحتها من الوسط وضفت لها الصلصة ورا ما بردت. خليت الريحان وزيتون مقطع. بعدين ضفت صوصج دجاج، واختاروا نوعية تثقون بيها. بعدين ضفت جبن الموتزاريلا وشوية من زيت الزيتون. وآخر شي خليت رشة أوريغانو. شويتها بالفرن مدة 25 دقيقة مع المراقبة المستمرة. وبس بالعافية.